السلام عليكم. اما تيجي تبص على المشكله بين مرتضى منصور والمشجع الزملكاوي قدام المحكمه تحس ان الراجل ما قالش حاجه. كل اللي قاله الزمالك ماشي وحش والصفقات وحشه. ليه بقى؟ انت مش زملكاوي، انت حد بعتك، انت مش مشجع زملكاوي اصلي، انت مين اللي بعتك؟ انت مش محامي. ليه كل ده؟ هو الراجل لازم شكر على طول؟ ما كفايه الثلاث ساعات بتوع قناه نادي الزمالك، ما شاء الله، المستشار راح، المستشار جه، المستشار عمل. هو لازم شكر حتى لو مش انت المدير الفني، حتى لو انت اللي ما اخترتش اللعيبه، بس انت رئيس المنظومه، هيكلم مين؟ انت المسؤول عن كل ده. طب الراجل قال حاجات غلط، هل الزمالك حلو؟ هل اللعيبه كويسه؟ الزمالك في الدوري الرابع والمقاولين الخامس وليه ماتش مؤجل، لو كسبوا هيبقى انت الخامس، يعني الزمالك في الدوري وحش. هل انت في الكاس ماشي كويس؟ انت طلعت من كاس مصر. هل في دوري ابطال افريقيا انت كويس؟ انت الرابع، بتتعادل مع المريخ وبتخسر من شباب بلوزداد على ارضك. فالزمالك ماشي وحش. فليه انت مش بتقول له كده؟ هل الصفقات يعني ما شاء الله مقطعه مكسره الدنيا؟ مفيش. فليه بقى اي حد ينتقدك وبقى مش زملكاوي وبقى مش روح شوف ممدوح عباس؟ هو ليه؟ خلاص ممدوح عباس وحش وكلنا عارفين وانت احسن منه بمراحل. طب ليه كل مشكله عندك بترميها لحد تاني؟ يعني تقول له طب ما انت حضرت انت بتعايرني بايه؟ طب ما ممدوح عباس ما عملش، انت ما تعايرنيش، ما كان وحش وانت كويس، ما اعمل انت بقى. ليه عندنا مشكله في اداره نادي الزمالك؟ انا عندي مشكله بس عمال اقول برضو ده عنده مشكله، بله الناس. طب ما احل مشكلتي. ما لازم حد يا جماعه، هي مش على طول شكر وحاجه كويسه وبتاع واحنا عاملين وبتاع، لازم في انتقاد. اما اكون الاقي حاجه وحشه اقول ده وحش عشان اصلح. ما انا طول ما انا مش عارف مشكلتي عمري ما هحلها. لازم اعرف مشكلتي عشان احلها. ليه بقى انا اي حد ينتقد المستشار مرتضى منصور وبقى مش زملكاوي وبقى مش مشجع زملكاوي الحقيقي وبقى متربص او عايز يطلع ترند؟ ليه؟ الراجل ما غلطش. الزمالك وحش، صفقات وحشه، مشاكل اداريه كتير. انا عمري ما شفت مدير فني بيمشي ويرجع بعد ماتش. ما ده غلط، ما كل ده بيأثر. فلازم يا جماعه اعرف مشكلتي عشان اعرف احلها. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.